اتفضل. وبعدين كنت جايه من روما، كنت سايبه الاولاد هنا، كنت سايبه جوزي هنا. ايوه. وبعدين جيت طبعا، كنت جايه الساعه 5:30 الصبح. وبعدين جيت التاكسي جابني في البيت، بس لقيت العربيه بتاعت جوزي مش موجوده. وبعدين طبعا اتوغوشت شويه عليه، لان هو ما بيسيبش يعني بيسيبش البيت الصبح كده وينزل ابدا. فكرت قلت جايز ان هو عمل حادثه في مستشفى في بتاع. فطلعت للاولاد فوق بقول لهم بابا فين؟ قاموا قالوا لي بابا في مشوار وجاي. في اثناء ما قالوا لي بابا في مشوار وجاي، بصيت لقيت رجال المخابرات المصريه ورئيس النيابه العسكريه. طبعا كنت انا داخله في اوضه النوم لسه، بصيت لقيت الجرس بيضرب على الباب. ففتحت الباب بصيت لقيتهم هم يعني اللي داخلين. عرفت ان هم من المخابرات العامه على طول ولا؟ انا عرفت لاني حضرت رئيس النيابه اول ما شافني بيقول لي الحمد لله على السلامه يا مدام دينا. فاسمي دينا ده طبعا ما حدش يعرفه هنا. ففهمت على طول ان في يعني مخابرات. فجم قالوا لي يلا عشان تيجي تنزلي معانا. قلت لهم طيب. فخدت بعضي ونزلت معاهم على طول. كان شعورك ايه لحظتها يا مدام انشراح؟ والله انا يعني امتى ابتديتي فعلا تحسي بالندم على كل اللي حصل؟ لحظتها ولا بعديها ولا اثناء التحقيق ولا لحظات سجنك؟ انا لحظه ما كنت عليا على طول. يعني حتى انا قلت للاولاد قبل ما انزل، قلت لهم الحمد لله اللي حصل كده، انا دلوقتي ارتحت لان انا كنت تعبانه فعلا. قضيتي قد ايه في السجن يا مدام انشراح؟ انا قضيت 17 شهر في السجن. كنت بتعملي ايه خلال الفتره دي بالظبط؟ والله هو اتحكم عليا 25/11 بالاعدام. لحظه صدور الحكم بالظبط عليكي بالاعدام كان احساسك ايه؟ كان احساسي انا طبعا اتحكم عليا بالاعدام، فسلمت امر ربنا وخلاص، وقلت بقى يعني اتجه بقى لربنا وخلاص يعني. كنت متوقعه الحكم بالاعدام؟ كنت متوقعه. جريمه زي جريمتك تعتقدي حضرتك كانت عقوبتها ايه؟ اعدام طبعا. وفتره ما بعد الحكم بالاعدام قضيتيها في السجن، كان احساسك ايه؟ والله انا كان احساسي طبعا اتجهت اتجاه يعني لربنا والصلاه، وبقيت اتعبد لربنا بطريقه مش معقوله يعني، لدرجه ان انا كنت بحس بالزنزانه ان ربنا معايا، كل ما بدعي بتهيألي ان ربنا بيستجاب من دعائي. فنسيت ان في ناس، نسيت ان في دنيا، نسيت ان في كل حاجه، واتجهت لربنا بس. وحضرتك سماع الحكم كان فين بالظبط؟ كان في المحكمه العسكريه. المحكمه العسكريه؟ في كام 11؟ في 25/11. فترة انتظارك للنطق بالحكم، الفترة دي من ساعة القبض عليك لساعة النطق بالحكم وما بعد التحقيق الكبير اللي أخد وقت معاكي حسب ما قريت يعني. اللحظات دي ما استرجعتيش انت شريط حياتك بكل اللي حصل؟ ما لاحظتيش ان اللي انت عملتيه ما يساويش ابدا اللحظة اللي انت فيها دلوقتي؟ طبعا. طبعا كنت ندمانة كل الندم. حضرتك كنت بتصلي قبل ما تخش السجن؟ لا قبل ما اخش السجن ما كنتش بصلي. اول ما مسكوني، اول ما اتقبض عليا يعني، وجيت في المخابرات، الحقيقه يعني رجال المخابرات المصريه ناس كويسين جدا جدا، وبعدين بيعاملوا ربنا بطريقه كويسه قوي قوي. فاتقبض عليا فقالوا لي ابتدي ان انت تصلي وربنا، واستجابه من ربنا ان ربنا يعني حتى ان ربنا يقف معاكي ويقف مع الاولاد وكده. فابتدأت ان انا اصلي فعلا واقرا قرآن، جابوا لي قرآن وقعدت اقرا قرآن واتجهت لربنا. طب حضرتك قدمتي التماس طلب العفو عنك؟ ايوه قدمت التماس بعد ما اتحكم عليا. بعد ما اتحكم عليا بالاعدام جيت تاني يوم على طول الصبح وانا في السجن قدموا الالتماس من داخل السجن. وانتظرت فترة
يعني 17 شهر تقريبا قبل ما التلميذ رد. طب ساعة رد الالتماس كان يعني عرفتي ازاي بالحكاية؟ انا عرفت بالحكايه، انا كنت في الزنزانة في طبعا؟ الزنزانه حد جه قال لك ولا ندهوكي ولا ايه؟ جات لي السجانه. كنت لوحدك في الزنزانة ولا كان معاك؟ لا كنت لوحدي. يعني انفرادي يعني؟ انفرادي جات لي السجانه. كان انا كنت ولادي ما كنتش شفتهم يعني، قعدت من فتره ما اتحكم عليا لحد الفتره اللي انا قبل ما اخرج ما كنتش شفتهم، قعدت 17 شهر ما شفتهمش خالص. وبعدين جات لي السجانه قالت لي في زياره للاولاد تعالي عشان تشوفيهم. فانا طبعا محكوم عليا باعدام، فانا طلعت طبعا ولادي جم بقى لازم هينفذوا عليا حكم الاعدام. طبعا اشوفهم وكده واسلم عليهم وبعدين هينفذوا عليا حكم اعدام. فرحت في اللحظة دي اللي حضرتك مشيتي فيها من زنزانتك حد هناك، يقال ان ساعتها المحكوم عليه بالاعدام بيبقى مش قادر يقف، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك. لا انا كان عندي ايمان بالله، كان عندي ايمان بالله كبير قوي. كنت بتفكري ايه في كنت لحظتها؟ بفكر خلاص يعني دي حاجه بتاعت ربنا وكلنا ميتين، كلنا هنموت، محدش هيعيش. وبعدين يعني خلاص يعني زهقت الدنيا وزهقت الناس وكله بتشيل ربنا بس. فانا كنت طلعت بقى من الزنزانه، طلعت عند المأمور بتاع السجن، بس لقيت المساجين كلهم بيعيطوا. بيعيطوا ليه؟ بيعيطوا لان عرفوا ان انا هيتنفذ عليها حكم الاعدام، ولادها مساجين يشوفوها فهيتنفذ عليها حكم الاعدام. ف كلهم بقى شد حيلك معلش وبتاع، وقعدوا يصبروا فيه. فقلت لهم احنا كلنا ميتين، محدش هيفضل، محدش هيعيش في الدنيا دي ابدا، فده بتاع ربنا وكل واحد بياخد جزاءه. جزاءه؟ جزاءه وده يعني حضرتك كنت عارفة ان جزائك ده صح؟ ده صح. وبعدين طلعت طبعا، قام قال لي البيه المأمور قال لي انشرح ولادك جايين عشان يشوفوك. فقلت له طيب. رجعت الزنزانة تاني طبعا، رجعت صليت. شفتي ولادك بقى؟ لا لسه ما كنتش شفتهم، بس قال لي. رجعت صليت تاني وبعدين فتحوا عليا باب الزنزانة تاني.